زي ده يجعل لنا مادة نستفادوا كلنا منها. يا عم أحمد، أنت بتشرح أو أنت بتبيع بتقول إن العيدان المفرغة سواء كانت تلسكوب يعني بتتفتح من بعضها الأريال يعني، أو القطعتين هي أفضل وسيلة للتسقيط، وقلت خير دليل على ذلك إن مفيش مربي بيمسك عود عاصي أو عود صب. فبيقول لي في ناس قالت لي زي ما أنت شايف كده في أول الفيديو، قالت لي لا أصل دي عيدان محترفين. فعايزك تفهمنا الصح. الكلام والله واضح الصح فيه إيه وهنسرده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني كده اتفقنا ان العيدان دي بتاعت محترفين والمحترف فاهم بيعمل ايه. يعني ده اول دليل ان كلامي صح. صح. طيب يبقى فعلا العود بيساعد على زيادة كمية الانتاج، عشان كده تلاقي المراكبي او رئيس المركب اخر النهار ربنا رزقه الحمد لله، اللهم صل على النبي الله اكبر، يبيع سمك ومعاه حصيلة سمك زيادة. اي نعم هو محترف، ما احنا اتفقنا. طيب معنى كده عايزنا اديك عود يضيع منك سمك وما تبقاش محترف عشان العيدان دي عيدان محترفين؟ ولا اعلمك يعني ايه محترف؟ محترف يعني يجيد استخدام العنصر والشيء اللي في ايده. دكتور محترف يعني بيعرف يكشف عليك كويس. دكتور محترف يعني لما بيجي يدي حقنة بنج عارف بيعمل ايه لان ليها اضرار. بخلاف المهن الكتيرة كل واحد شاطر في مهنته بيتقدم وبينجح وبيبقى الافضل. يبقى دلوقتي انا افضل ان انا اعلمك تبقى محترف وتستخدم الحاجة صح عشان تبقى انت شغال صح. صح ولا لا؟ يعني اديك عود صح واعلمك تستخدمه صح وتبقى انت شغال صح، ولا انا اديك عود غلط عشان انت مش عارف تتعامل صح وتبقى النتيجة غلط؟ وصلت المعلومة؟ اي معلومة انا تحت امركم، لو متأكد منها هقولها لكم، زي ما انا برضو بستفاد منكم في اي سؤال بطرحه عليكم، كل واحد متخصص في شغل. اهم حاجة محدش يقول المعلومة غير لما يكون واثق منها عشان يفيد وما يضرش. استنونا بقى في السهرة. بياع طيب.